ريتان، انا نازله انا واختك رايحين نتغدى مع واحده صاحبتي، قابلتنا بالصدفه في النادي وصممت تعزمنا النهارده على الغدا، وانتي مش قلت لك اجهزي؟ انا جاهزه يا ماما، انا قلت لك انا ما باخدش 5 دقايق، هجيب شنطتي وننزل. يعني خلاص هتروحي كده؟ عموما قمر يا حبيبتي، اي حاجه بتلبسيها بتليق عليكي، انتي اصلا بتشرفيني في اي حته. طب وانا يا ماما ما اتعزمتش معاكم ليه؟ انا كمان عايزه اجي. ابتدينا بقى فقره الشبطان. هي ما عزمتكيش عشان انتي ما كنتيش موجوده معانا اصلا اليوم ده في النادي، هتعزمك ازاي وهي ما تعرفكيش؟ ايوه يا ماما، ما هو برضه يوم النادي حضرتك ما رضيتيش تاخديني وخدتي معاكي العيال وقلتي لي مش هتيجوا معايا انتوا الاثنين. هو انت لازم تشبطي؟ ما تطلعيني شويه من دماغك، مش كل ما تسمعي اسمي في جمله تفضلي تقولي اشمعنى هي وانا لا. ايوه يا ريتال، انا باخد اختك عشان هي معاها عربيه وبتوصلني، هكون باخدها معايا ليه يعني؟ ماما من فضلك خليها تتكلم عني كويس، وبعدين ما حضرتك برضه اللي ما وافقتيش ان انا اتعلم السواقه ولا حتى ان انا اركب العربيه. ماما انت بتردي عليها ليه اصلا؟ دلوقتي هتبتدي فقره الحرمان بتاعتها، كل حاجه بتاخدي اختي وانا لا، اشمعنى انا ما بنزلش معاكم؟ من فضلك انا بتكلم مع ماما مش معاكي. ماما من فضلك خليها تطلعني من دماغها وملهاش دعوه بيا انا بروح واجي معاكي فين. ما خلاص بقى انتوا الاثنين. بقول لكم ايه، انا هقوم البس شنطتي. هو انت بتسمعيني كل الطريحه دي عشان بقولك انا نازله انا واختك هنتغدى ونرجع؟ خلاص يا ستي تعالي معانا، بس وريني بقى هتلبسي ايه. عادي يا ماما هلبس اي حاجه، ما حضرتك ما سالتيش اختي ليه السؤال ده؟ انا ما بقولش لاختك عشان لو لبست اي حاجه في الدنيا بتليق عليها وتنور فيها. بعد اذنك وريني هتلبسي ايه، وريني هتحطي ايه في وشك. بقولك ايه يا ماما، خلاص انا ولا هنزل ولا اروح ولا اجي، انا هقعد اكمل شغلي ومذاكرتي. انا شايفه ان كده احسن، هروح انا واختك ليال خفيف خفيف ونرجع ومش هنتاخر كده كده عليكي. تمام يا ماما. الو، انا تمام الحمد لله. بقولك ايه، ما تعرفيش مكان اخد فيه كورس HR بس ما يكونش غالي، يعني يكون سعره كويس؟ لا انا ان شاء الله هاخد كل واي حاجه اقدر عليها، طالما ان انا فاضيه وعندي وقت يبقى انا هستخدمه. ما انت عارفه ان ماما اغلب نزولها وخروجها بيكون مع اختي، هي اللي بتوصلها بالعربيه، وهي اصلا ما بتحبش الزحمه والكلام ده. طب بقولك ايه، اقفلي عشان معلش جالي مكالمه شغل. باي باي. الو، ازاي حضرتك؟ انا بعت لحضرتك البحث، ترجمته ورجعته كلمه كلمه. تمام، انا استلمت الفلوس. ميرسي قوي لحضرتك، مع السلامه. هالو بيجيتس، جوتن مورجن، دانكي دانكي. الحمد لله، انا كنت خايفه النور يقطع علينا في الاسانسير واحنا طالعين. الحمد لله فعلا. اتبسطتوا؟ الحمد لله اتبسطنا جدا، واليوم كان تحفه، وكانت جايبه معاها ابنها محترم ولذيذ ومتكلم، مش صح يا ليال؟ اليوم كان لذيذ فعلا. كان لذيذ، بس ده كان لذيذ جدا جدا. عموما احنا عازمينهم عندنا الجمعه الجايه وهتشوفيه بنفسك. طب كويس ان هم هيجوا عندنا، تقريبا انا عمري ما كنت هعرف اقابلهم بره. بس انتي ايه رايك فيه يا ليال؟ هو فعلا شكله لطيف، بس عمل حركه غريبه قوي واحنا قاعدين. حركه ايه؟ ما تقولي. هو انتي ما خدتيش بالك يا ماما ان واحنا قاعدين رمى كلمه بايخه جدا وملهاش اي لازمه؟ ايه اللي حصل يا ليال؟ ما تتكلمي. كانت مامته بتكلمني واحنا قاعدين، وكانت عماله تقول لي قد ايه انا جميله طبعا وشكلي ملفت ومختلفه. تخيلي هو رد قال ايه؟ المهم جمال الروح مش الشكل. هو يا اما قليل الذوق يا اما كان بينكشك عشان مش عايزك تتغري. انا ما اعتقدش خالص ان هو ممكن يكون قاصد يضايقك او حتى يقل ذوقه، ممكن يكون بيعبر عن رايه الشخصي. ايه المشكله؟ لا طبعا، اختك زي القمر وما يختلفش على جمالها اتنين، هو تلاقيه بس قل ذوقه شويه من غير ما ياخد باله. ماما حبيبتي، انا عارفه ان اختي ليال ما شاء الله زي القمر ومفيش خلاف عليها، انا بتكلم عن الولد، ان هو ممكن يكون اصلا مش قليل الذوق، هو بس بيقول وجهه نظر وتحترم. عموما ايا كان، هم جايين عندنا بعد كام يوم وهنشوف ونتفرج، وهيبان كويس قوي هو قليل الذوق ولا ما كانش يقصد. هو فعلا هيبان. انا هقوم بقى اذاكر شويه عشان كنت بريح، انا هقوم اغير هدومي. ماما شفتي طنط صاحبتك اللي قابلناها النهارده في النادي؟ بعتلي مسج بتقولي ايه؟ طنط خير، بعتتلك ايه؟ ما تقولي يا ليال بعتتلك ايه؟ بتقولي ان انا زي القمر وعسوله جدا، وانها كان نفسها انا وابنها قصي ناخد ارقام بعض ونبقى صحاب. طبعا انبهروا بيكي، ما شاء الله عليكي يا حبيبتي. هو مين ده اللي يشوفك وما ينبهرش؟ غريبه قوي، ايه اللي خلاها تبعتلك مسج زي دي؟ ده انتي قابلتي ابنها مره واحده بس، تفتكري عايزه يكون في بينكم حاجه؟ هيكون قصدها ايه يعني؟ اكيد just friends. وبعدين ده ولا في احلام واحد زي ده ان انا يبقى في ما بيني وما بينه حاجه، ده كفايه قله الذوق اللي هو كان فيها النهارده. بقول لك ايه، حاولي ما ترديش عليها كده لغايه اما اكلمها واحاول افهم منها قصدها. عموما انا ممكن ارد عليها رد غريب، اقول لها هنستناك يا طنط الاسبوع ده ان شاء الله، واعمل نفسي مش شايفه بقيه المسج. لا انا شايفه ان كده هيبقى قله ذوق قوي،
انت ممكن تقولي لها بصراحه لا يا طنط ما يصحش ان انا اخد رقم تليفون ابنك، وبعدين ما لو عايز يقولك حاجه يقولها لك قدام ماما. انت تعرفيه منين عشان تديله رقمك اصلا؟ لا طبعا دي مش قله ذوق. قله الذوق ان انا اقول لها لا يا طنط ما يصحش اخد رقم ابنك. هي ما قالتش قومي اتجوزيه يعني، فمش لازم اعمل حوار. وبعدين ده بيعاملها بكل احترام، ده بيعاملها زي اخته، وبعدين ما كل حاجه قدام عينيا. طب ممكن تخليك انت في حالك؟ انا عارفه اتصرف ازاي. هو انت مالك بتتكلمي مع اختك كده ليه؟ هي غلطانه ان هي جايه تشاركنا وتاخد راينا؟ عادي يا ماما، انا كلمتها ازاي يعني؟ انا بس قلت رايي، ما غلطتش فيها ولا غلطت في اي حد. لا هو الغلط في الغيره اللي جواكي انت من ناحيه اختك، مش في الكلام اللي اتقال. انا يا ماما غير من اختي؟ انت بتقولي ايه؟ ماما دي اختي، اغير منها ليه اصلا؟ اخسى عليكي، كل ده عشان قلتلك هاخد اختك ننزل نتغدى وما خدتكيش معايا. ما انت بنفسك قلتيلي ان انت ما خدتنيش معاكي عشان هي اللي بتسوق العربيه. هي بتسوق العربيه ها؟ وانت بقى لو كنت مقتنعه بالكلام ده ما كنتيش جيتي تسوقي الهبل على مامتك. انت حطاها في دماغك عشان هي مهتمه بنفسها وبشكلها، وانت ساحله نفسك وسايبه نفسك بالمنظر ده. ايوه بس انا كمان الحمد لله مهتمه بنفسي وشكلي وعاجبني كل حاجه فيا. وبعدين الجمال ده بتاع ربنا، هي جميله بطريقتها وانا جميله بطريقتي، فين المشكله؟ اختك قالتها لك قبل كده وانا مش اول مره اقولها لك، شيلي اختك من دماغك. ماما انا مش حاطاها في دماغي تماما. احط مين في دماغي؟ دي اختي. اقول لك ايه طيب؟ انا مش عارفه ارد. طب لما هو كده، لو انت بقى مهتمه بالكلام ده يبقى شيلي من بالك ان اختي حظها احسن مني ولا اختي ملفته عني، وعوضي اللي ناقصك واشتغلي على نفسك واعرفي ان كله نصيب وارزاق. لا انا عمري ما فكرت بالطريقه دي، وعمري ما هفكر كده على فكره، بس حضرتك اللي مصره تحطيني في ان انا بفكر بطريقه معينه. طب يا ماما عن اذنك انا هقوم اذاكر. ربنا يهديك لنفسك. نورتونا، اقعدوا. كان نفسنا تيجوا تتغدوا معانا، ولا انتوا بقى مش عايزين تدوقوا اكل؟ لا ازاي، انا قلتلك اكيد هنيجي نتغدى معاكم مره. بس انا اول مره اشوفك يا ريتال، ما جيتيش ليه تتغدي معانا المره اللي فاتت؟ اه فعلا، انا لسه كنت هقول انا اول مره اعرف اصلا ان ليلى ليها اخت. انت ما جيتيش معانا يوم الغدا ليه؟ اتحايلت عليها تيجي يومها وهي قاعده هيسال ليها، هي اللي قالت لي ورايا 100 حاجه. كنت بذاكر وشويه شغل وكده يعني، ما عرفتش اجي معاها. لا هي كده يا طنط بيتوتيه جدا، ما بتحبش تتحرك من البيت، بتعز البيت زي عينيها. اه انت لسه بتدرسي؟ انا كنت فاكرك مخلصه دراسه. لا لسه بدرس ايه، انا مخلصه سياسه، وطبعا انت متخيل قد ايه صعب ان انا الاقي شغل في المجال ده، فبترجم ابحاث من البيت، واحيانا بدي دروس انجليش انا للولاد بتوع العماره، واحيانا بدي كورسز اونلاين. ما شاء الله. طب ده الشغل، بتذاكري ايه بقى؟ بذاكر ايه؟ انا بذاكر كل واي حاجه، احيانا ماركتينج، ولسه بدور على HR. انا نفسي ابقى اي حاجه في البلد دي بصراحه. لا بصي يا قصاي، انت لو ركزت مع ريتال هتحس ان هي 7 صنايع والبخت ضايع، ماشيه تجمع في اي حاجه من اي حته، المهم تاخد كورسات. جميل قوي. طب ليه ما فكرتيش تذاكري اي لغه؟ فرنساوي، اسباني، اي حاجه؟ لا بص، هو الفرنساوي الحمد لله معايا من وانا صغيره، بس ابتديت في الالماني مؤخرا، سيلف ستادي يعني من البيت. لا بس برافو عليكي والله، شابوه بجد، بتعملي 100 حاجه. لا برافو عليكي يا ريتال، بس طبعا ما عندكيش اي وقت لنفسك مع الترجمه والحاجات دي كلها. لا طبعا ازاي عندي وقت، اليوم يا طنط 24 ساعه. هو انا بصراحه مش بروح اعمل رياضه في حته بره، بس على قد ما بقدر بعمل هنا في البيت. الرياضه اللي هي بتتكلم عليها دي عباره عن هي بتحط الموبايل قدامها جوه البيت هنا وتشتغل 1 2 1 2 زي التمارين المدرسيه. اه ما انا فاهمه. المهم انها ما شاء الله عليها بتعمل اي رياضه. انا عندي ليال بسم الله ما شاء الله، كل يوم او 2 بالكتير في الجيم، اكتر حاجه بتهمها هي جسمها، حتى لو لاحظتوا هتحسوا ان هي فيها مني كتير وشبهي. انا فعلا بالنسبه لي اهم حاجه عندي الشيب بتاعي، رياضه عندي يعني نزور والتزام، مش قاعده في البيت بصراحه. وعايزه اقول لكم انها بسم الله ما شاء الله، اول ما اتخرجت اول شغلانه قدمت فيها هي البنك، ومن اول ما شافوها انبهروا بيها وعينوها. ما انتوا عارفين البنوك بتهتم بالمظهر والشياكه، هي البنوك اخرها ايه؟ مظهر وبدله ولغه. لا بس انتي شطوره برضو يا ليال، هي على فكره خريجه تجاره انجليش، مش مجرد مظهر يعني. انا فاهمه اكيد ان انا شاطره، انا اللي اقصده ان انا مش بحاول اثبت نفسي، او انا مش محتاجه. ان شاء الله ربنا يوفقك لكل اللي بتتمنيه. بقول لك يا ريتال، ما تديني السي في بتاعك اقدم لك عندي في الشركه؟ مفيش مشكله يا ريت، بس ده لو مش هتعبك اكيد. طب ما تقدم لليال احسن عندك يا قصاي، هي مش مرتاحه في البنك خالص، هي طبعا واخده وضعها وبرستيج وكل حاجه، بس عايزه اقول لك كله هناك بيغير منها وكله بيحاول يأذيها. خلاص عادي يا طنط، انا ممكن اخد السي في بتاعهم هما الاثنين واقدم لهم، واللي تتقبل فيهم خير. انا بجد اتحمست قوي، وان شاء الله كمان لسه هاخد شهاده كورس كده اسمه برنت اند راديو ادز، كنت باخده في AUC. بفكر اول ما اخد الشهاده اعمل ابديت للسي في وابعتهولك على طول. اوكي انا السي في بتاعي كده كده جاهز، مش هيضر هبعتهولك، يمكن ارتاح من نفسنا اللي عندي في البنك شويه.
اوكي يا ليال، خدي وقتك. ايه حوار الجامعه الامريكيه ده؟ لا بص يا سيدي افهمك. برنت اند فيديو ادز ده ان انت ازاي تعمل الاعلانات بتاعه الشارع البرنتد، اللي هي البيل بوردز، اليوفط اللي بتشوفها وانت ماشي دي، والاعلانات بتاعه الراديو. ازاي يعني تعمل اعلان اتراكتيف من السمع بس. والحمد لله لما دخلنا المسابقه جه حضرها وزير الاستثمار وخدنا مركز اول. خد بالك يا قصي، هي الاول من اصل 4 جامعات مشتركه، مش الدول العربيه ولا العالم يعني. لا برافو طبعا ان انت خدتي المركز الاول، حتى لو بتنافس مع واحد بس. مجرد ان انت تسبقي اي حد فده في حد ذاته نجاح. وبعدين في النص كده حصل حته موقف، كنا هنطلع بره مسابقه بس الحمد لله ربنا ستر. هحكيهولك. الحمد لله الطريق كان سالك عن واحنا رايحين. بس ايه رايك يا قصي في اليوم وفيهم؟ هما لطاف قوي بس في حاجه غريبه. حاسس ان الاختين شخصيتين عكس بعض تماما. ايوه صح معاك حق. واحده فظيعه في الجمال والتانيه عاديه شويه بس روحها حلوه برضه. لا خالص يا ماما، انا ولا جه في بالي الكلام ده. انا بس حاسس واحده قمه في الاصرار والتفاؤل والسعي، والتانيه انا جميله وكفى. هو عموما يا ابني الاتنين جمال، بس دي بطريقه ودي بطريقه. والله يا ماما انا عندي مقياس واحد للجمال، وهو جمال الاخلاق. لان جمال الشكل ده مش بتاع الانسان ولا في ايده يتحكم فيه. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، وكلنا اتخلقنا حلوين. معاك حق يا حبيبي، فاهمك. انا هقوم اغير. الو. ايوه يا ريتال، انا قصي. ايوه قصي، اهلا وسهلا. معلش ان انا اتصلت من غير ما استاذن وخدت رقمك من السي في. لا مفيش مشكله، اتصل في اي وقت. المفروض ان الاتش ار رد عليكم. افتحي الميل بتاعك انت وليال، ويا ريت ترجعي تطمنيني. طيب خلاص حالا. مع السلامه. مع السلامه. في ايه يا ريتال؟ في حاجه ولا ايه؟ ليال قصي بيقول شوفي الميل بتاعك. الاتش ار بيقول ان هو رد مين اتقبل في الشغل. غريبه ان هو كلمك انت. ثواني هشوف. ايه ده؟ ايه ده؟ انا اتقبلت يا ماما. وانتي يا ليال طمنيني، ان شاء الله تكوني اتقبلتي، ربنا عالم بزنقتك وخنقتك في البنك. وانا كمان اتقبلت. غريبه قوي ان احنا الاتنين مقبولين. الف الف مبروك، اتقبلتوا انتوا الاتنين، الحمد لله يا رب. الله يبارك فيك يا ماما، الحمد لله ان احنا الاتنين اتقبلنا. انا بصراحه كنت خايفه حد فينا يتقبل والتاني لا. ميرسي يا ماما. يا رب وجودنا احنا الاتنين مع بعض ما يعملش مشاكل. مشاكل ايه بس دلوقتي؟ افرحي وما تفكريش في اي حاجه. انا وانتي اتقبلنا في شغل مع بعض. لا ان شاء الله ربنا ما يجيب اي مشاكل في الشغل. ما تتحمسيش قوي كده يا ريتال. هو احنا متفقين جوه عشان نتفق بره؟ في ايه مالك يا ليالي يا حبيبتي؟ انتي مش عاجباني، حاساكي متغيره. بصراحه يا ماما انا مش مرتاحه تماما ان انا موجوده في شغل واختي ريتال معايا فيه. عليها شويه حركات غريبه، طول الوقت رايحه جايه في الشغل بسرعه كانها مهمه. ده غير قعدتها في مكتب المدير. ده غير طبعا قصي اللي على طول قاعد على مكتبها يوريها الشغل بيتعمل ازاي، كانها عايزه تثبت ان مفيش حد غيرها في الشركه بيشتغل. سيبك منها ولا تحطي في بالك، وخليكي ماسكه بايدك واسنانك في الشغل. خدي بالك العين عليكي، انتي اصلا ملفته وكذا حد هيحقد ويغير منك. تخيلي يا ماما ان انا امبارح في الشركه ندهت لها بالراحه، قلت لها ريتال انا هطلع افطر 10 دقايق واتمشى شويه وهرجع، ولو المدير سال عليا اقول له ان انا في الحمام او اي حاجه، وده طبعا طبيعي في اي شغل. تخيلي ترد عليا تقول لي ايه؟ لا انا مش هقدر اعمل كده ولا هقدر اكذب، لان المدير لو عارف ان انتي موجوده وان انا بكذب هخسر شغلي. دي اختي ازاي دي؟ انا نفسي افهم. سيبك منها خالص وخليها تعمل اللي هي عايزاه. هي متخيله ان بعمايلها دي هتاخد مكان المدير مثلا؟ كل شركه بتبقى رسمه من الاول كل موظف اخره هيعلى ويوصل فين، ومحدش بيعدي الليفل اللي محطوط. سيبيها السكينه سرقاها. لا انتي صح معاكي حق، بس الجايات جايه كتير، وطالما هي ما وقفتش جنبي النهارده انا عمري ما هقف جنبها بكره، وهتشوف. معاكي حق، وانا برضو هتكلم معاها. ما نمتيش ليه يا ريتال لغايه دلوقتي؟ لا انا مش هنام دلوقتي خالص يا ماما، لسه بدري. انا عندي شغل قد كده نفسي اخلصه كله على اكمل وجه، وكمان نفسي اروح للمدير بكره كده اعمل له مفاجاه. بفكر اقترح عليه مشروع يخفض التكاليف جوه الشركه نفسها. مش فاهماكي وتوفري ليه؟ ده على اساس ان التكاليف اللي هتوفريها هتدخل في جيبك انتي. ما تركزي في شغلك وفي اللي يخصك بس. يا ماما اي مكان بيحب الافكار دي، بالعكس ده بيبقوا حابين جدا ان حد يقترح عليهم حاجه خصوصا في التكاليف. وبعدين انا بصراحه مش هضيع اي فرصه ان اطور من نفسي، انا نفسي اثبت نفسي قوي هناك. وماله يا حبيبتي، اثبتي نفسك وانجحي ووصلي لاعلى حاجه، كلنا هنفرح لك ونتمنى لك الخير، بس مش على حساب اختك.
يعني المفروض اي حاجه تقدري تعمليها عشان تقفي جنب اختك عشان تعلي من شأنها في الشركه تعمليها، وتسنديها وتداري عليها مش تفضحيها. افضح ايه يا ماما؟ المكان اصلا كله كاميرات، وبعدين مفيش حاجه اسمها داري عليا لغايه اما ارجع والكلام ده، كل حاجه بتتعرف. وانا بصراحه رايحه عشان اسعى وانجح واركز في شغلي، مش اخطط واداري واعمل حوارات. ريتال، انتي فاهمه وانا فاهمه، ها؟ الو. الو. ايوه يا قصي. ايوه يا ليال، اخبارك ايه؟ لا انا مش تمام خالص بصراحه. انت اصلك ما تعرفش ريتال اختي دي عندي ايه، دي اغلى واحده في حياتي، او بمعنى اصح انا ما عنديش اغلى منها. مالها ريتال؟ خير، في حاجه ولا ايه؟ لا اهدى شويه كده يا قصي، مفيش حاجه. انت انفعلت قوي كده ليه؟ عموما وقفتك مع ريتال طول الوقت في الشغل وقعدتك على مكتبها لفت النظر قوي ليكوا، والناس كلها في الشركه ابتدت تتكلم، وانا بصراحه ما بحبش حد يجيب سيره اختي، ومش هسمح بحاجه زي دي. اتصوري ان انت عندك حق، وانا فعلا احترمت خوفك عليها، ولازم اوقف الموضوع ده. ما تقلقيش. ميرسي قوي يا قصي لتفهمك. باي باي. مع السلامه. موقفه غريب قوي، هو ناوي على ايه؟ ريتال، انا كنت عايزه اسالك على حاجه. انا لميت الدور الصبح بس عشان خاطر ماما كانت قاعده. في ايه يا ليال مالك؟ هو ايه اللي مخلي قصي طول الوقت ما وراهوش حاجه غير ان هو لازقلك في الشغل؟ مش انت اللي رايحه الشغل عشان خاطر تنجحي وتثبتي نفسك ومش عايزه مشاكل؟ هو قصي ولزقته فيك مش هيسوق سمعتك في الشركه؟ سمعه ايه ولزقه ايه بس؟ انت ازاي بتتكلمي كده؟ انا وهو في نفس الديبارتمنت، وهو التيم ليدر بتاعي اصلا. انا مش جايه اجادلك ولا اخد رايك. خدي بالك ان كل الشركه عارفه كويس قوي ان انت اختي، واللي هيتقال عليك هيتقال عليا، وانا مش هسمح بحاجه زي دي. وخدي بالك هو زي ما بيقف عندك وبيلزق فيكي، بيلزق في دي وفي دي وفي دي، ومش سايب واحده في الشركه، ومنهم انا مالي؟ انا ما يعمل اللي هو عايزه، وبعدين انت وقفيه عند حد لو انت شايفه ان في اي تجاوزات. ولو ان انا عن نفسي ما شفتش الكلام ده ولا حصل معايا ولا مع غيري، بس عموما تمام. طيب، عموما انا واخده بالي كويس قوي، ومركزه عليكي في الرايحه وفي الجايه، فاحسن لك تمشي عدل. عارفه ليه؟ عشان ممكن ببساطه كل حاجه تتقال لماما، وساعتها شوفي رد فعلها. الو. الو. ايوه يا ريتال. ايوه قصي. معلش انا كنت عايزه اسالك على حاجه. خير، في حاجه في الشغل؟ في مشكله ولا حاجه؟ لا طبعا، مشكله ايه؟ انا عايزه اقول لك كل اللي في الشركه حبك، وكله بيحلف بشطارتك وباخلاقك وباسلوبك، ده انا اصلا فخور ان انت من طرفي. امال في ايه؟ ما تنجز، قلقتني. مطلوب القبض عليكي. مش فاهمه يا قصي، مطلوب القبض عليا ازاي؟ الحقيقه ان انا لازم اجيلكوا البيت واقعد مع مامتي ضروري، وبصراحه الجو حر وانا خلقي ضيق، وقررت ان انا اتقدم لك. ما تهزرش بقى يا قصي، قول في ايه على طول. هو في اللي انا قلته ده، وبعدين انا مش ناقص فرهده. بتحبيها كريمه ولا شوكولاته؟ طيب معلش يا قصي، ممكن تخليها تشيز كيك؟ كيكه بالجبنه؟ ماشي حاضر. سلام. ماشي، باي. ماما، ده قصي بيقول لي ان هو عايز يجي هنا البيت، عايز يقعد معاك عشان يتقدم لي. قصي، قصدك يتقدم ليك انتي ولا ليال اختك؟ هو قال لي ان هو عايز يجي يتقدم لي انا، ما هو لسه قافل معايا. ليك انتي ازاي ان شاء الله؟ انت عايزه تتجوزي قبل اختك ليال الكبيره؟ هو الدنيا بقت بالعكس ولا ايه؟ هو انت للدرجه دي انانيه؟ انانيه؟ انا انانيه ليه يا ماما؟ مش فاهمه. عشان ما بتفكريش الا في نفسك. حتى في الجواز داخله سبق، فرضتي نفسك معاها في الشغل ودخلتي في الشغل معاها بالعافيه. بالعافيه؟ بالعافيه ليه يا ماما؟ ليه ما يكونش بمجهودي؟ ليه ما يكونش باي ميزه فيا؟ الغريبه يا ماما ان الناس كلها بتشوف ان انا فيا مميزات كتيره جدا الا انت، مش شايفه ولا ميزه واحده فيا. طالما ان انا مش في نفس جمال اختي ولا شبهك يبقى انا ما فيش حاجه حلوه. انت يا ماما بتتكسفي تعرفيني على اصحابك، بتتكسفي تاخديني في الخروجات المهمه، بتتكسفي تاخديني في اي حاجه معاكي، ومع ذلك ما زعلتش. فضلت مصره ان انا اطور من نفسي، خدت كورسات وتعلمت لغه وحاولت اشتغل، وحاولت اعمل اي حاجه تخليكي تشوفيني او تحسي ان انا فيا مميزات. حتى يا ماما لما جالي انسان واحد شايف كل مميزاتي وعايز يتقدم لي ويتقرب مني، شفت ان دي انانيه. والغريبه يا ماما ان كل اللي بيشوفني بيحبني وبيحب يتعامل معايا، وبيقول ان انا دم خفيف وروحي حلوه وان انا فيها صفات كتير حلوه، الا انت يا ماما. حبك ليا مشروط بالجمال والمظاهر والشكل، والحقيقه ان انا بشوف ان كل الحاجات دي سطحيه جدا ونسبيه. وانا لو هشتغل على حاجه هشتغل على الحاجات اللي في ايدي، اللي بتطور مني وبتعلي مني وتحبب الناس فيا وتخليني انسانه احسن لنفسي. انا عملت فيكي كل ده، وعلشان ما بقاش انانيه اعتبري ان احنا اصلا ما اتكلمناش في الموضوع. انا مش عارفه انا ايه اللي عملته في اختك ريتال ده. كانت جايه فرحانه وبتقولي ان قصي متقدم لها، قتلت فرحتها ورديت عليها ردود صعبه جدا. انا حاسه ان انا ممكن اكون السبب في ان هي تكره نفسها، وحاسه ان انا ممكن اكون خليتك سطحيه ومغروره.
وحاسه ان انا السبب ان انتوا الاتنين بقيتوا تكرهوا بعض وعلى طول مش قابلين كلمه لبعض. وانتي جايه تساليني انا يا ماما السؤال ده دلوقتي؟ ماما ده من وانا صغيره ما بسمعش الا جمله واحده: ليال واخده جمالي. ريتال ما نعرفش طالعه لمين، طالعه لعيله باباها. من ساعه ما وعيت على الدنيا يا ماما وانتي ما بتتكلميش غير قد ايه انا جميله وواخده لون عينك وواخده بياضك وكل حاجه فيا حلوه. كفايه يا ليال، اللي حصل حصل واللي هقدر اصلحه هصلحه. الو. الو. ايوه يا طنط. ايوه يا قصي يا حبيبي، انا هستناك النهارده ان شاء الله عشان نقعد ونتكلم. اكيد يا طنط هبقى عندك. مع السلامه. النهارده هكلم ابوكي، قالها وروحي راحت ياني، قال لي اخدودك كسفوكي لو